دول اغلى 5 لعيبه في الدوري المصري حسب ترانسفير ماركت. الاول زيزو لاعب الزمالك ب5 مليون يورو، بس اعتقد ان زيزو اغلى من كده. زيزو عنده مقومات كتيره جدا مش موجوده في لعيبه كتير من الدوري المصري. اولها الاستمراريه، دايما زيزو عنده ثبات في المستوى، يعني اقل ماتش ممكن اشوفه لزيزو هديله 8 من 10. عنده حلول كتير، سريع قوي شويت، تكتيكيا لاعب عالي جدا، بيقدر يلعب في اكتر من مركز، طبعا بيتطور بشكل كويس جدا. بالنسبه لي زيزو احسن لاعب في مصر، ولعب دور قوي جدا في ان الزمالك يكسب الدوري سنتين ورا بعض. بدنيا قوي جدا مقارنه بلعيبه الدوري المصري. انا بشوف انه لعيب محترف، ومحترف هنا بمعنى ان عاداته الحياتيه عادات لعيب محترف، وكفايه قدرته على ان هو يثبت نفسه خلال ال3 4 سنين اللي فاتوا دول. من لعيب مش معروف تماما، الزمالك جابه بفلوس قليله جدا، للاعب من اهم لعيبه الزمالك واهم لعيبه منتخب مصر، ده اكيد بيعلي سعره جدا. المركز الثاني ديانج لاعب الاهلي ب4.5 مليون يورو. في المركز الثالث لاعب بيراميدز رمضان صبحي ب3 مليون يورو. في المركز الرابع ب3 مليون يورو عبد المنعم لاعب الاهلي، اللي هو الحقيقه لاعب بوتنشال، جريء وسريع وقوي وهدر جريء، بيتطور برضو. كل دي مميزات بقالها فتره مش موجوده في مساك مصري. عبد المنعم من ساعه ما ظهر في منتخب مصر من سنه ونص، وتقريبا هو لاعب اساسي مع الاهلي ومع منتخب مصر. وطبعا خط دفاع الاهلي في رايي اتغير كتير في وجود عبد المنعم. بصراحه عبد المنعم مميزاته كتير جدا، لاعب ذكي جدا وشباب لسه بصحته، فمتوقع له ان هو يروح حتت افضل كتير. متوقع انه يحترف مش السنه دي ولا السنه الجايه، لانه الحقيقه ان الاهلي بيعتمد عليه بشكل كبير ومن عناصره الاساسيه الفتره دي، وكمان المنتخب يعني متوقع انه مش هيتباع قبل كاس العالم 2025، لكن يقدر بعد كده فعلا يحترف في الخليج وبفلوس كتير جدا، لانه لاعب الحقيقه حاسم جدا. يعني هو 24 سنه، بس في اللحظات المهمه بيقدر ان هو ياخد القرارات الصح، وده بيحتاج خبره. يعني هو مثلا مش خبره السوليه عشان يقدر ياخد قرار صح وحاسم في السن ده، فاعتقد ان دي حاجه كبيره جدا بتضيف لعبد المنعم. المركز الخامس بقى الشناوي حارس مرمى الاهلي ب2.5 مليون يورو. الحقيقه الارقام على ترانسفير ماركت مش دايما بتكون دقيقه، يعني مثلا جاي في المركز السادس امام عاشور ب2 مليون يورو، ولكن في الحقيقه هو متباع للاهلي باغلى من كده. فهو مجرد ارقام بتكون بتقرب الماركت فاليو بتاعه اللاعب ده في الدوري ممكن تكون ازاي. يعني مثلا زيزو فعلا اغلى لاعب في الدوري المصري، لكن لو هيتباع بكره مش شرط ابدا يتباع بالرقم ده، ممكن يتباع اغلى من الرقم اللي على ترانسفير ماركت. لو عايزين نتكلم اكتر في الكوره اعملوا لي فولو على انستجرام، وهنتكلم يوم الجمعه في لايف عن كل حاجه ليها علاقه بالكوره، يوم الجمعه 25/8.